هجاوبك على اكتر اسئله بتتسال حوالين محاضر مباحث الانترنت. هو انا لو عملت المحضر اهلي هيعرفوا؟ ايوه يا فندم، اهلك هيعرفوا. لو انت ما قلتلهمش هم هيعرفوا من الاعلانات اللي انت هتجيلك على البيت بالقضيه. لو انا معايا السكرينات بس، ينفع من غير اصل الشات؟ لا، ما ينفعش من غير اصل الشات، لازم اصل الشات يكون موجود معاك. لازم اخد سكرينات معايا دي على فلاشه او على ريدر؟ مش بالضروره، لان ممكن الضابط يطلبهم منك. لو الشخص ده اللي انا عملت فيه محضر هيتجاب ولا مش هيتجاب؟ والله يا فندم بيتجاب وبيطلع عين اهله وبص بيشوف ايام سودة، فطبيعي ان هو هيتجاب، خصوصا لو بيكلمك على رقم واتساب، لان رقم الواتساب ده غالبا بيبقى مربوط برقم قومي، فبالتالي بيتجاب. اخد معايا ايه وانا رايح اعمل محضر مباحث الانترنت؟ هتاخد معاك بس صورة البطاقة بتاعتك السارية واصل البطاقة عشان يطلعوا عليها، والتليفون بتاع حضرتك اللي عليه المحادثات. دي كل الاسئلة اللي ممكن تدور في دماغكم بخصوص القضية دي او بخصوص مباحث الانترنت. ولو في اسئلة تانية حابين تعرفوها اكتبوها لي في الكومنتات او ابعتها لي في رسائل وانا هجاوبكم عليها. يا ريت نعمل اشتراك للقناة ولايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني.